يا عياب أخلفت وعدك وخليت الصفي مكروب من بعد ما قد تعارفنا وكنا أحباب يا بدر بين الكواكب في رده محجوب سلاه باهي وتظلم بعد ما قد غاب يا هنا من الليم والليمون والمضروب وهنا من الرازقي ذي في عروشه طاب أو يا عسل الشهد علاني جلا من نوب يا سكر انقاس بين الهيل والعناب يا شهد صافي بكير النحل واليعسوب يا وصف مشهور تتباهى بك الأرباب في ذمتك يا صغير السن يا رعبوب أمسيت ساهر منامي حامل الأتعاب. أيها الإخوة وإليكم هذا القصيد من كلمات الشاعر المعروف أحمد علي صالح المخرفي من قبائل وادي العين خولان، وهذا القصيد تعبر عما فيها، فإليكم تسجيلها كما يلي. تقبلوا وسلام الله عليكم. شاملة يا فاتح الأبواب يا الله يا ربنا وسل لي المطلوب ورحمتك شاملة يا فاتح الأبواب يا مرسل شل هذا القول والمكتوب لا عندي خلي عاسى يسرع في الجواب يقول أخو صالح الله بقي مغلى في ذمتك يا قالين الخير يا عياب يقول صالح الليلة بقي مغلوب في ذمتك يا قالين الخير يا عياب أخلفت وعدك وخليت الصبي مكروب من بعد ما قد تعرفنا وكنا أحباب يا بدر بعد الكواكب في رداه محجوب سنه باهي وتظلم بعد ما قد غاب يهنا من الليم والليمون والمضروب وانا من والرازق ذا في عروش طاب مضروب واحنا من الرازقين في عروش طاب أو يا عسل شهد علمني جنا من نوب يا سكران قاسي بين الهيل والعناب يا شهد صافي بكير النحل والياسوب يا وصف مشهور تتباهى بك الأرباب في ذمتك يا صغير السن يا رعبوب أمسيت ساهر ما نام حامل الأتعاب في ذمتك يا صغير السن يا رعبوب أمسيت ساهر ما نام حامل الأتعاب الحب واجب وسنا ذكرها منصوب حلال جايز لنا في البيت والمحراب من فرقتك يا حسيني الطبع والاسلوب قد لي من الزاد شهرين معلنا الاضراب من فرقتك يا حسيني الطبع والاسلوب قد لي من الزاد شهرين معلنا الاضراب الحب مسنوني من قبل النبي يعقوب مسكين ما نحب في عمره وقالوا تاب الحب مسنوني من قبل النبي يعقوب مسكين ما نحب في عمره وقالوا
المكتوب ما هو بقوة ولا عسرة ولا رقاب يا مشخص الفن حالي من ذهب مصبوب حالفت ما فارقك يا خيرة الأحباب يا مشخص الفن حالي من ذهب مصبوب حالفت ما فارقك يا خيرة الأحباب لو يخرجوا بيننا 400 مندوب والبين حاكم مع العمال والنواب لو يخرجوا بيننا 400 مندوب والبين حاكم مع العمال والنواب لو نكى في الشعب كله والصفي محبوب أو تخرج العاصمة بالجيش والطلاب لو خيروني باك 2000 قصر مبني طوب و2000 موتر فيات و400 قلاب والقاهرة ما توازين خصرك المسلوب و2000 طيار بالسمي واقي والركاب وارض اليمن من عدن لا شامخ العرقوب وارض السعودي وسلطانه مع الكتاب معنا مبدل زبيبي المال بالمجلوب لو جات غاره ويعقل نفسه جلاب من بعد ذا قال جملك عندنا محسوب ولا تصدق كلام من قال خيلك عاب عفوا إذا شي وصل ليكم كلام مقلوب لا تحتمل هجرانا في ذمة الكذاب عفوا إذا شي وصل ليكم كلام مقلوب لا تحتمل هجرانا في ذمة الكذاب هو مصلك جارحك بما يجعله منكوب احذر تصدق كلامي الناس والتهاب هو مصلك جارحك بما يجعله منكوب احذر تصدق كلامي الناس والذهاب جاني كلامك مقونا بالزبار مضروب خلى فؤادي وروحي في المحبة ذاب أعجبني القول زجره عندنا مرغوب وارتحت من بعد ما شفت الرسول في البعض يا مرحبا من عبيد لا بني مهيوب ومن حبيش جميلا لا بني وهاب ترحب بك من جبل عين هامل وشربوب وغطى جبل شامخ القورنين والصباب يا من كلامك رغبة وهنا من المعصيوب القلب وافي بعهده والحب ما قد خاب يا من كلامك رغبة وهنا من المعصوب القلب وافي بعهده الحب ما قد خاب من فرقتك قد فؤادي والكبد مجروح يحرج من الوالدين والأهل ولا أنساب ما زدني في خلك المأكول والمشروب يشهد علي قاسم الأرزاق ولا أسباب ما زدني في خلك المأكول والمشروب يشهد علي قاسم من الأرزاق والأسباب غير اتقي الله وارحم قلبي المتعوب أما من الناس لا نخشى ولا نهتاب غير اتقي الله وارحم قلبي المتعوب أما من الناس لا نخشى ولا نهتاب من أجلك أصبحت مثلي العاشق المنهوب منين لك خلي مثلك
منهوب من أين لك خل مثلي لا دعيت جاب أمسيت ساهر مثيلي القاني المخطوب إني مولع بحبك الولاد الشعب حرام يقنع فؤادي منكم واتوب لو نفترش بالسنف والطلح واللهاب مفارق الحب لو يصبح دمي مسكوب ب5 حبات ابو قوفه وابو مشعر مفارق الحب يصبح دمي مسكوب ب5 حبات ابو قوفه وابو مشعر يا خاتمي في إيماني والبصر والثوب أنت الشعور والحنايا وأنت الأهاب صبرت لك صبر مفتون على أيوب تشهد عليك الملاوي السادة الأقطاب صبرت لك صبر مفتون على أيوب تشهد عليك الملاوي السادة الأقطاب يا طير مسؤول بالنش الذي المكتوب جواب لا عند أولي العز ولا الباب والختم صلوا لطه والنبي أيوب تبشى محمد وله طيب الأطياب ألا يا سايق الكدلك توقف للصفي وزهد تلال النور من وجهك كما نور القمر يصعد. أيها الإخوة وإليكم هذه القصيدة الآتية من كلمات الشاعر المعروف أحمد علي صالح المخرفي من قبائل وادي العين خولان، فإليكم تسجيلها باللهجة واللحن البدوي الثلاث. ألا يا سايق الكدلك توقف للصفي وزهد تلال النور من وجهك كما نور القمر يصعد. توقف للصفي وزهد تلال النور من وجهك كما نور القمر يصعد وضوء الشمس من خدك تشعشع يا رشيق القد تعال يا زين من فضلك مشرف معبد يا قياد تعال يا زين من فضلك مشرف معبدي يا قياد يطيب العيش ولبس لك فتاقد الأحماج مسعاد حبيبي القلب أنا أحبك وطرفي والدموع تشهد ترفق بي أنا عبدك ولا غير الحبيب عباد ترفق بي أنا وعبدك ولا غير الحبيب يعبد ترى يا زين أنا عندك أسير وامري بقبض اليد وقد سلمت أمري لك وأنت الحاكم الأرشد وحاشا أن يسيعد لك على المسكين يتعربد وقد سلمت أمري لك وأنت الحاكم الأرشد وحاشا أن يسيعد لك على مسكين يتعربد لأن الهير ماشي طبعك ولا ترضى وتتقلد ألا يا ليت ما نشلك طامع وابو من يحسد ألا يا ليت ما نشلك طامع وابو من يحسد ونال الأجر في حقك وحق العرف والمنشد حبيبي سن لي عودك وبايستنى عود أحمد أنا باقي على عهدك وفي المثل ما تعاد حبيبي سن لي عودك وبايستنى عود أحمد أنا باقي على عهدك وفي المثل ما تعاد وحلمك فيض من علمك طلب دارس في المعهد أنا ما بنتسي طبعك وعفة حسنك المفرد وحلمك فيض من علمك غالب دارس في المعهد أنا ما بنتسي طبعك وعفة
حسنك المفرد وسام الحب في ثغرك وجعدك والوجان والخد علي كلك حلاف ولك ومرة حسنك وأياد وسام الحب في ثغرك وجعدك والوجان والخد علي كلك حلاف ولك ومرة حسنك وأياد علي كملي مراعي لك شهور وعوام بالمرصد تعاتبني واجنح لك كأني صيد بن مصياد علي كملي مراعي لك شهور وعوام بالمرصد تعاتبني واجنح لك كأني صيد بن مصياد وطرفي كل ما شافك يبات الليل يتجهد على ضمك وتقبيلك برشفة حب تتخلد وطرفي كل ما شافك يبات الليل يتجهد على ضمك وتقبيلك برشفة حب تتخلد وشاني حبنا عفلك عمل بيني وبينك سد باقت لي معاقت لك ولا افلح كل قلب اسود وشاني حبنا عفلك ولا افلح بيني سد وشاني حبنا عفلك عمل بيني وبينك سد وباقت لي معاقت لك ولا افلح كل قلب اسود اخيرا دي سلامي لك مدى الايام تتجدد جمع شملي مع شملك نعيد مثل ما نعيد أخيرا دي سلامي لك مدى الأيام تتجدد جمع شملي مع شملك نعيد مثل ما نعيد وهبت الروح لك وحدك وربي بيننا مشهد أنا مصبر على بعدك لأنك غايات المقصد ويا مرتجى هب لي من الضيق مخرجا عظيم الرجاء يا من لك وعاد صادقه ومن كان نجا يا غاث من قد إليك لجا ومن يحرجا يلا تفرج مضايقه. أيها الإخوة لكم هذه الأبيات للشاعر المعروف أحمد علي صالح المخرفي من قبائل وادي العين خولان. من يرجى ومن رد العوجة سويا على النهجة وكافي خلايقه ومن كان يخاف من قد لك لاجا ومن يحرج يا الله تفرج مضايقه سبحان من يرجى ومن رد العوجة سويا على النجاة وكافي خلايقه ولا به لنا مرجع في اوقات حواجه سوى مدري الفوجة ولا فلك سابقه في صبح المن يرجع وما رد العواجه سويا على النجاة وكافي خلايقه لنا مرجع في اوقات حواجه سوى مدري الفوجة ولا فلك سابقه وسعى في السما
ويا مدرج اللطف الخافي طبعك الزجا ومن سروج دنيا ودين انت رفيقه ويا مدرج اللطف الخافي طبعك الزجا ومن سروج دنيا ودين انت رفيقه ويا مدرج في دورها والمدارج وبعد درجة في دورها والمدارج ونتفرج والخيل رعد وبارق ولا فلاك والموجة في الصبح والدجى تلاقي دار تتناجى وبالحق نطيقة وبعد درجة في دورها والمدارج ونتفرج ونخيل رعد وبارق ولا فلاك والموجة في الصبح والدجى بلا قدار تتناجى وبالحق ناطقة يا سلامي وجب يا محل السلف والعرف والمذهب بالملايين تصرف ذهب خص المضيف واصحابه جبت داعي صحب من قليل الحد لعلى قرى مرحب يوم جاني طلب من جليسي كيف ما اقول حيابه. ايها الاخوه وليكم كلمات الزامل من قبائل اهالي غليل وذلك عند وصولهم الى محل العين في اثناء عرس الاخ الدكتور علي احمد المخرفي. فإليكم تسجيله كما يلي تقبلوا وسلام الله عليكم. يا سلامي وجب يا محل السلف والعرف والمذهب بالملايين تصرف ذهب خص المضيف والاصحاب. يا سلامي وجب يا محل السلف والعرف والمذهب بالملايين تصرف ذهب خص المضيف والاصحاب. داعي صاحب من قليل الحد العلا قرى مرحب يوم جاني طلب من جليسي كيف ما اقول حيابه. جبت داعي صاحب من قليل الحد العلا قرى مرحب يوم جاني طلب من جليسي كيف ما اقول حيابه. يا سلامي وجب يا محل السلف والعرف والمذهب بالملايين تصرف ذهب خص المضيف والاصحاب. جبت داعي صاحب من قليل الحد لنا غير مرحب يوم جاني طلب من جليسي كيف ما اقول حياب.